السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غنوجد معكم واحد التمنية ديال الملويات وتمنية ديال المسمنات مربعات اللي غينفعوكم بزاف مع الضياف وحتى للدار مع الوليدات، غير بجوج جبابن ديال الفينو وجوج جبابن ديال الفورص غتخرج لكم هاد العجينة كاملة. راه كيجيو محلولين وكيجيو مفشفشين وكيجيو زوينين وهشاش، وغير صايبهم ان شاء الله ما غاديش تندموا عليهم. ونبداو بالمقادير بطريقة التحضير. عندنا في المقادير هنايا دايرين نص كيلو ديال الدقيق ديال الحلوى ونص كيلو ديال الفينو، يعني ما يعادل 500 غرام ديال الفورص و500 غرام ديال الفينو. وهنا عندنا معلقه كبيره ديال العسل، ممكن تعوضوها بمعلقه كبيره ديال السكر. هنا جوج معالق صغار ديال الملحه ما مملوئينش، وهنا معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. جانا وتعجنوا، ممكن تعجنوا غير بيديكم. العجينه ما تجيش قاصحه وما تجيش جاريه. يمكن لكم الا كنتو بغيتوها العجينه يعني ما بغيتش تخدموا بها اليوم، ديروا شويه الخميره، عجنوا ديروا نفس المقادير ديال الخميره وديروها في شي بلاستيكه وديروها في الثلاجه ولا في شي صلا ولا شي سكره وخليوها في الثلاجه حتى الغد ولا الوقت اللي بغيتوها تحتاجوها جبدوها وخدموا بها. غير ملي تحيدوها من الثلاجه ما تحيدوش من 3 ساعات وخدموا بها، خلوها حتى شويه يعني في المطبخ. كندهنوا الطبق ديالنا الطبق الثاني ديالنا اللي غنحطو فيها كريات المسمن ولا النوي. قيمه مزيانه. الخلطه ديالنا راه نشفات. ديما ملي تنشف لكم الخلطه ديال الفينو والزبده والخماره زيدوا ليها الزيت. بسم الله بحال بركه الله. انا عندي هاد البوطاجي ناشف. وكنديروا العجينه ديالنا في شي اناء وكنغطيو عليها بالبلاستيك وكنخليوها ترتاح شي مده ديال ساعه تقريبا او ساعه الا ربع. وكنديروا الخلط ديالنا ديال المسمن، كندير جبانيه ديال الفينو وكندير معلقه صغيره عامره ديال الخميره ديال الحلوى، وكندير واحد الطرف ديال الزبده ديال التوريق. وملي كترتاح لينا العجينه كندهنوا داك البلاطو بالزيت وكنشكلوا كويرات وكنحطوهم في البلاطو وكنخليوهم عاوتاني يرتاحوا شويه باش كيجيونا ساهلين ملي كنكونوا كنسرحوا فيهم وما يعذبوناش. صافي كنجمعوا وكنطلقوا يدينا ما كنزيروش، كنطلقوا يدينا كنهزوا كنطلقوا يدينا كنهزوا كنطلقوا يدينا.
وهنايا غنديرو الطريقة الثانية اللي هي على المسمن زعما المربع، يعني وريتكم في الأخرى كيفاش الطريقة ديال الملوي، وهنا ديال المربع باش بلا ما نطول عليكم. وبالنسبة للمسمن ما ديروش مرخوف بزاف، حيت إلا كان مرخوف بزاف غادي يجري ليكم وغادي يترخى، وملي تقادوا المسمنه وتبغيو تحطوها فوق من المقله ولا تبغيو تهزوها غادي غترخى ليكم بزاف، ما غاديكمش مقاد وما غاديكمش زوين. ورا المسمن الا بغيتيه يجيك زوين راه كيبغي خاصو يتورق مزيان مزيان، والخاطر الحاجه الا ما كانش معها الخاطر راه عمرها ما تجي زوينه. وكنشعلوا على المقله ديالنا كتسخن مزيان مزيان، عاد كنرشوا على شويه ديال الزيت وكنكرسوا المسمنه ديالنا اولا الملويه ديالنا وكنلوحوها. ملي كنلوحوا المسمنه اولا الملويه ما حتى كتحمر مزيان مزيان، يلا كنلوحوها غير واحد شويه كنقلبوا صافي، مره عاوتاني كنقلبوا كنبقاو نقلبوا حتى كيبان لنا تنفخ تحمر مزيان وكنحيدو. بهاد نص كيلو ديال الدقيق ونص كيلو ديال الفينو خرجت ليا تقريبا ماشي تقريبا نيت قد 8 ديال الملويات و8 ديال مسمنات مربعات، يعني راه مزيان هاد الطبسيل راه عامر وبزاف تبارك الله، يعني راه كتعطي كميه اللي هي كثيره كتعطيها الصراحه.